لماذا اعتزلت الغناء؟ قبل أي شيء أنا مصري، ولكن أحب المطربة داليا مبارك جدا، وكنت أسمع لها دائما أغنية أنت كوني. لا أمل ولا أكل من هذه الأغنية يا جماعة. استيقظ الجميع اليوم على خبر اعتزال المطربة داليا مبارك الغناء. المطربة الكبيرة داليا مبارك عبر تصريحات صحفية قالت أنها وصلت إلى مرحلة لم تعد فيها قادرة على الاستمرار وتقديم المزيد للجمهور. وقالت المطربة القديرة داليا مبارك: أعتذر لجمهوري، أنتم لستم جمهوري بل عائلتي، أعلم أنكم تحبوني وأنا أيضا أحبكم، لكن هذا قراري وأنا أخذت هذا القرار بعد تفكير عميق. هذا ما قالته المطربة الكبيرة داليا مبارك. كما قلت لكم أنا مصري، لكني أحب صوت المطربة داليا مبارك جدا. حرام هذا الصوت يغيب. بالنسبة لي صوت المطربة داليا مبارك أفضل من أصوات كثيرة جدا. مطربة بمعنى الكلمة، تقريبا بشكل يومي كل يوم أسمع لها أغنية أنت كوني. كنت أتمنى أن يكون هذا الخبر شائعة من الشائعات يا جماعة. نعم، كنت أتمنى أن يكون خبر اعتزال المطربة داليا مبارك غير حقيقي، لكن للأسف الخبر حقيقي يا جماعة. إذا كنتم تحبون صوت هذه المطربة الكبيرة ضعوا لايك لهذا الفيديو وشاركونا برأيكم في خانة التعليقات.